بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحبا حبايب، شلونكم؟ إن شاء الله الكل بخير وبأفضل حال. واليوم رجعنا وياكم فيديو جديد إن شاء الله يعجبكم. طبعا اليوم راح نروح سفرة لبيت أهلي. فحبيت أشاركه وياكم. بما أنه الطوها عطلة، الطوها يومين عطلة، أربعاء وخميس، وعندنا جمعة وسبت، فصار عندنا 4 أيام عطلة. فقررنا نطلع بيها قبل لا تبدي الامتحانات، لأن تعرفون الفترة الجاية إن شاء الله راح يبدون يمتحنون أول شي شفوي، وبعدها راح يبدون بنصف السنة. فيعني هاي الفترة راح ما نقدر يعني نطلع بيها، فقلت خلي نطلع ما دام الطوها عطلة. وهنا بعد ما وصلنا وقعدنا، فلما صار وقت العشاء بديت أصور وياكم العشاء سويته. طبعًا هنا راح أسوي تبسي. هو مو تبسي يعني، بس راح أشويه بالفرن. هنا سويت بوتيتة، وراح أطلع دجاج يعني أتبله وأخليه بالفرن. وهنا أنا خليت الدجاج وخليت عليه الملح، وخليت عليه لمندوزي، هنا دبس الرمان، وخليت عليه خل وبهارات. فأي شي يعني أنتم تحبونه تضيفونه من بهارات، من حموضة، ليمون، تخلونه على الدجاج حتى الدجاج يستوي، لأن إحنا ما راح نسلقه، راح بس يعني نتبله ونضيفه بالفرن. خليته تقريبًا فوق النص ساعة يعني متبل. وآخر شي هنا شوية رشة زيت، هنا أنا خليته هم بالبايركس شوية رشة زيت حتى شنو ما يلزق عندي. وراح أخليه بالفرن. الفرن جهزته حمى، وبعدها راح أخليه تقريبًا ظل ساعة بالفرن أو شوية أقل. لأن على ما يعني صلينا وقعدنا شوية وجهزنا الزلاطة، يلا طلعته من الفرن. تعرفون يعني البوتيتة هم ما مسلوقة بس متبلتها بالبهارات. آخر شي ضفتها على الدجاج حتى تاخذ ذمونة الحموضة. طبعًا الدجاج رجعت ضفت عليه يعني بعد قطع دجاج، لأن الوالدة قالت تخاف ما يكفي، فجابوا الدجاج بعد، وهم ضفت كثرت الكمية، لأن تعرفون يعني بيت الأهل ولمة، فلازم نضاعف الكمية. وهسه راح أدخله قلت لكم للفرن. وهاي الصلصة اللي بقت هم كلها راح أضيفها على الدجاج والبوتيتة، وقطعت بصل. فهاي الصلصة صارت يعني هم أضيفها حتى شنو تستوي، وتصير عندي هم صلصة بالتبسي مالتنا. ولو هو يعني ما صار تبسي لأن ما خليت عليه معجون. إحنا اللي نخلي عليه المعجون نسميه تبسي. فهنا يعني بس البهارات، وهاي الصلصة دبس الرمان والخل، فصارت هاي الصلصة عندي. ضفتها وراح أدخلها للفرن. شوفوا الشكل مالتها. هنا أنا بعدها طبعًا بديت أسوي الزلاطة. هنا أنا جبت الخس والرمان، وهنا أنا الوالد جاب أفوكادو. نخليها بالزلاطة كلش طيبة، وخاصة إذا الأفوكادو مستوية يعني. وهنا أنا بعد ما طلعته من الفرن ما أقولكم عليه الطعم مالته وذايب ذوبان. وهنا الزلاطة والروبة، وسهمكم ألف ألف عافية. طبعًا هنا أنا بعدها ورا ما اتعشينا الحمد لله والشكر سوينا شاي وفرشنا فراشات الجهال. هنا أنا بعد قاعدين من الصوبة مطلعين كرزات واللمة الحلوة. طبعًا هنا أنا قعدنا الصبح لقينا أخوي مسوينا باقلة بالدهن، متارد الثريد ومسوينا البيض، وقال يلا قعدوا سويت لكم هاي الأكلة. طبعًا كلش طيبة. وقعدنا تريقنا، ووراها هنا الجهال نحتار شلون نقعدهم حتى شوية يهدؤون. طبعًا بس أغسل لهم فاكهة وأجيب لهم إياه. طيب يوم قعدتهم ورحت سويت الغدا. طبعًا الغدا راح أسوي تاتشينة.
الوالدة كل ما نروح عندها نقول لها: "شو نسوي للغدا، شو نسوي للعشا؟" تقول: "بكيفجن، انتن شو تحبن نسوي نسوون، هاي الثلاجة يمجن وطلعن وشنو تردن نسوون." والله طلعت الجزر هي جمدة يعني جاهز بالمجمدة، وسويت البوتيتة وخليت اللحم على النار، قلت يلا راح أسوي تاجينة. هنا أنا طبعًا ضفت أول شي الجزر والبوتيتة ينحمسون، ويعني زيت هواي حطيت حتى يقرمش، وبعدها ضفت هنا الكشمش، وبعدها ضفت البهارات، والشعرية هنا أنا سويتها على جهة، وأنا مخلية يعني اللحم على النار يفور، وهي قاعدة تتلقط لنا بالتمن، تمن عنبر فيحتاج تلقيط. هنا أنا هذا التمن يعني خليته بقى شوية وينشف، بعد ما نشف حمسته وخليت وياه البازاليا على جهة، لأن يعني راح أخليه طبقات. هنا التمن طبخناه وجهز، سوينا كبس وشعرية خلي عليه الحشو، وآخر شي اللحم. وهاي السفرة سهامكم ألف ألف عافية. طبعًا إحنا وين ما نروح يعني نهتم بالعشا وبالغدا، إيش قال العشا وإيش قال الغدا نحتار بيه. فهنا الوالدة العصر قالت خلّي أسوي كُبّة، طلّعت تمن سلقته، وطلّعت بوتيته، وسوت الحشوة. أني قلت لها يلا أنا راح أبي أسوي بدالك اللف، أني بس لفيتها، بس شلون كُبّة كلش حلوة، والعجينة مالتها من تخلي وياها بوتيتة تطلع كلش طيبة ولينة وسريعة يعني باللف مالتها. أنا مرات يعني أسوي بس تمن، يعني أسلق التمن وأسويه يعني عجين وألفه. هي لأ دائمًا تحط وياه بوتيتة، تقول تصير طيبة مقرمشة، فصدق كلش طيبة تطلع من نخلي وياها بوتيتة. أو مرات أخلي عدس يعني أسلقه ويا التمن، هم تطلع كلش طيبة. وسويت هاي الكمية، وسوينا من عدها للعشا والباقي ضميناه. وقليت هاي الكمية، وهنا أنا سويت زلاطة، سويت خس، وخليت عليه خيار وأفوكادو، وعصرة ليمون، وهذا الزبادي، تطلع كلش طيبة. وإذا نضيف عليها بعد رمان هم تصير كلش طيبة، بس ما خليت عليها لأن على السريع على السريع، لأن خطية أني أنصور وأشتغل على كيفي وهم خطية جوعانين. هنا أنا هذا أراويكم الشكل مالتها من الداخل، وطعمها كلش طيب. وهنا أنا بعدها رجعنا للبيت، وطبعًا سويت لكم مقتطفات من يومنا، فإن شاء الله عجبكم. هنا أنا رجعت تقريبًا بال16:00 إحنا بالبيت، بال16:00 العصر، فكان أبو حسون هم صايم وحماتي صايمة، فهنا أنا سويت أسرع شي يعني عندي، سويت كباب وطلعت تمور ولبن، وسويت شوربة عدس، فتقريبًا يعني للأذان خلّصت كل شي. هنا جهزت الطرشي، وهنا الزيتون. فالحمد لله والشكر الوقت كلش حلو، واحد هسه يصومه، لأن يعني يأذن الأذان من وقت يعني تقريبًا 5:3 هو مأذن. حلو واحد يعني يقضي الأيام المطلوبة، أو إذا واحد ما مطلوب يصوم ثواب. فالنهار كلش حلو. وهنا أنا جهزت الطماطة، هم قليت طماطة، وهنا سويت الشوربة. طبعًا هاي الشوربة كلش حلوة وسهلة. عدس تنقعونه ورا ما ينقع تقريبًا ربع ساعة نفوره على النار، يعني بدون دهن بدون أي شي، بس نسلقه سلق. بعدها نحطه بالبلندر ونشرخه، نخليه يصير بهذا الشكل، وبعدها أخلي عليه يعني ملح وبهارات صفرا، وأخلي كمون وأخليه يفور. بعدها أخلي بصل بالطاوة وزيت وبهارات صفرا وهم كمون شوية على الوجه، تطلع كلش طيبة. يعني هذا البصل مكرملينه ونضيفه على الوجه.
طعمها كلش طيب وسهلة على السريع تخلص وياكم. وهنا أذن الأذان، هنا حماتي بدت تفطر وتذوق الشوربة، كانت كلش طيبة. لهنا وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى عجبكم واستمتعتوا ويانا، فانتظرونا بالفيديوهات الجاية إن شاء الله تجهيزات رمضان، وهاي الأيام المباركة، ومع ألف ألف سلامة.